عبد المجيد تبون شكوكا ومعلومات روجت لها وسائل إعلام مختلفة لحل الخلافات بين الجزائر والمغرب، مباحثات بين الرئيس الجزائري والملك الأردني. ما ذكر لي حتى دول. أكد أن الأزمة بين الجزائر والرباط تجاوزت مرحلة الوساطات. كاين واحد الموضوع اللي شخصي وبزاف وخاصو يكون خصوصي، ولكن حاولت نهضر فيه أنا. ذئاب لا تغفر ولا تنسى، ولكن تنتظر العرض المميز. هنا غادي تفهموا واحد لي كومونتير ديال واحد الجزائري كان مريسكي معنا، حارق معنا على تطوان، باغي يدخل على سبته، ولهذا شوف عرفني ما قدرش يهضر ولا يقول لي واش فينا المروكي ولا شي حاجه، ولا نبني ملال. من بعد ما تفارقنا دخل لي كومونتير وكومون طالب مزيان وكذا علاش عاملناه كيف ما كنتعاملوا بعضياتنا حنايا المغاربه. وراه كيما كنقول لكم ديما، تحيه للشعب المغربي والجزائري، راجل وحر وكيقدر النعمه الرجال.